عن طريق انك بتحط العصير الخام جوه الجهاز وبيطلع بشكل فليكسات او بيسموها سنو فليكس. حاجه جامده جدا. المفاجاه هنا ان انا مش هخليك تسافر الصين عشان تجربها. كنت بتفرج على فيديو في الصين عن آلة الايس كريم اللي بتلف وتفرد الايس كريم قدامك، وقلت مستحيل الاقيها هنا. بس وانا ماشي في الحسين في شارع المعز قابلت محل اسمه سنو فليكس، عنده نفس المكنه بالظبط وبتعمل ايس كريم تحفه. تعالوا نشوف الفيديو. ده ايس كريم اوريو، تمام. فانيليا مع اوريو. احنا بنحطه كده في المكنه. ايه الجمال والحلاوه دي يا استاذ هنا؟ حبيبي ربنا يخليك يا رب. وراك هو كده بتحول على طول في ثواني الايس كريم على شكل الشرايح ديت. الايس كريم دوت من فواكه طبيعيه، يعني في مانجا وفراوله وشوكليت وفانيليا واوريو، كلها من فواكه طبيعيه من غير مواد حافظه، من غير الوان صناعيه او مكسبات طعم او اي حاجه. هو بيتعمل يوميا فريش. فهو يعني بيتعمل عند الطلب، بس لما يطلب العميل بيتكون الايس كريم كده بالطريقه ديت. جرب بنفسك وقول لي رأيك، تستحق التجربة ولا لأ؟ وسيب لي في الكومنت لو تعرف أماكن تانية عندها حاجات غريبة زي كده نجربها سوا، وما تنساش تصلي على النبي.